السلام عليكم. هنعمل النهاردة عرق اللحمة الباردة بديل عرق التربيانكو اللي بقى غالي خالص. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، كوباية من البقسماط، بيضاية، بصلاية، معانا كمان التوابل بتاعتنا، معانا كمان معلقة كبيرة من خلطة ال11 بهار، أو تقدري تستبدليها بمعلقة من ال7 بهارات. هفضي اللحمة بقى بتاعتي حبايبي كده. اللحمة المفرومة ده نص كيلو، هضيف عليها البيضة، معانا بقى البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ونص معلقة من الكربونات الصوديوم. هنزل كمان بالبصلاية، طبعا انا معصرتهاش، انا سيبتها بميتها. هضيف كمان البقسماط بتاعي، ومعلقة كبيرة من ال7 بهارات او ال11 بهار، بتخلي للحمة طعم حلو قوي. هعجن بقى يا حبايبي كل ده كده. انا عايزة عجينة حلوة طرية وتكون في نفس الوقت كده متماسكة اهو بالشكل ده كده. هعجنها كويس. طبعا يا حبايبي عرق اللحمة الباردة بقى غالي خالص بره، واحنا ان شاء الله هنعمله وهيكون طعمه حلو برضه. حطيت بقى هنا يا حبايبي اللحمة بعد ما عجنتها كويس، وده شكلها، على كيس نايلون كده او كيس تلاجة، وهبدأ كده ألفها رول بالشكل ده كده اهو. في ابسط من كده؟ لا مفيش. طبعا بقى للتسوية في بقى طريقتين للتسوية. هتلفيه كده وهتحطيه في مية وهتسلقيه الاول، وبعد كده هتديله بقى وش تحت الشواية. انا بصراحة حطيته على طول في الفرن بعد ما لفيته كويس كده اهو بالشكل ده كده. ويا ريت كده تفرديه، لانه بعد التسوية طبعا بيكش، بس احنا بتاعنا النهاردة ان شاء الله كده مش هيكش اهو. زي ما قلتلك يا حبيبتي، تقدري تحطيه في مية سخنة وتسويه الاول، وبعد كده تحمريه او تديله وش تحت الشواية اهو. احنا فردناه كده بالشكل ده كده. هنا بقى هحطه على شبكة اهو بالشكل ده كده. دهنت طبعا الشبكة بتاعتي كده نقطة زيت، وحطيتها في صينية. طبعا انا هحط في الصينية قد كوباية مية سخنة وهحطها في الفرن. طبعا هتبقي معلية الفرن بتاعك على درجة حرارة 200، مش هياخد نص ساعة وهيكون مستوي. انا للاسف نسيت الشواية عليه حبايبي، بس كان هيتعمل مني بصراحة، هيتحرق مني، بس انا لحقته. طبعا هتسيبيه يبرد خالص، وبعد كده هتبدأي تقطعيه اهو بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم طعمه وريحته كان حاجة كده اللهم بارك. يا ريت يا حبيبتي تجربيه، وتنسينيش بقى في دعوة حلوة. اوعي تنسي اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ايه رأيك في اسهل من كده؟ لا مفيش. تقدري برضه يا حبيبتي تعملي له صوص وتقدميه معاه مع طبق مكرونة، طبق من الرز، حتى طبق سلطة. حاجة حلوة وسهلة واقتصادية. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. اشوفك في فيديو جديد واقولك السلام عليكم.